السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا حبايبنا في أولى ثانوي، ازيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يا شباب مع بعض في فيديو حل تقييم الأسبوع الرابع والخامس كمان معانا، بما إن الأسبوع الخامس طبعًا كان فيه واجب بس ما كانش فيه تقييم طبعًا نظرًا لإن هيبقى فيه الامتحان بتاع الشهر. طب الأسبوع الخامس ده اللي هو أنهي يا مستر؟ اللي هو الأسبوع الجاي إن شاء الله، هيبقى مطلوب من حضرتك واجب مدرسي فقط، مش هيبقى مطلوب منك تقييم. ليه يا مستر؟ طبعًا ده عشان امتحان الشهر. تمام؟ طيب ركّز معايا واحدة واحدة كده، وزي ما اتعودنا مع بعض بعد إذنك ورقة وقلم كده جنبك عشان تسجّل أي ملاحظات جديدة معايا، تمام؟ يالّا بينا وسمّي الله. قال لحضرتك عندك أول سؤال طبعًا أو أول حاجة هنبتدي بيها هو الواجب المدرسي. أول سؤال بيقول لك: الصادق يساوي الطبيعة بالإنسان، فلا تقاهر بين الطبيعة والإنسان، ما فيش حد فيهم مميز على التاني، والصادق بس هو اللي هيساوي ما بينهم. طب الصادق اللي هيساوي ما بينهم ده، مين اللي كان عايز يساوي بين الطبيعة والإنسان وقال لك الإنسان مش سيد على الطبيعة، ده الإنسان جزء من الطبيعة؟ يبقى طبعًا ده الفيلسوف ألدو ليوبولد. عند حضرتك السؤال رقم 2 المقالي، بيقول لك: تبنى الفيلسوف النرويجي أرني نايس، وده على فكرة مثال إحنا كنا واخدينه بالنص وبالكلمة في الحصة بتاعة المراجعة بتاعة الوحدة الأولى اللي هي طبعًا فلسفة البيئة والبيوتيكا، أخدنا المثال ده بالتحديد، تمام؟ مذهب أرني نايس بقى بيقول لحضرتك إيه، بيؤكد على احترام القيمة الذاتية لكل الكائنات الحية بغض النظر عن فائدتها للإنسان، يعني أنا مش باحترم الحاجة عشان مصلحتي، مش باحترم الحاجة عشان بتحقق لي النفع، لأ أنا باحترم الحاجة ليه؟ لإن هي ليها قيمة في حد ذاتها. يبقى ده طبعًا بيقول لحضرتك ده أحد التوجهات الأخلاقية للبيئة، ده طبعًا هيبقى التوجه رقم 2 اللي هو التوجه الثاني، اللي هو طبعًا توجه بيئوي، خلاص، خضري، مثالي، تمام؟ طيب. وطبعًا حضرتك هتعبّر عن وجهة نظره طبعًا، اللي هو حضرتك هتقول له إن التوجه ده كان عايز يحافظ على البيئة لأجل إن هي ليها قيمة في حد ذاتها، ليست لأجل مصلحة أو منفعة تمس الإنسان. عندنا دلوقتي طبعًا خلّينا ننتقل كده مع بعض للمنطق. قال لحضرتك السؤال رقم 1: مراقبة الظواهر تعني تركيز الانتباه عليها لغرض البحث عن أوجه الشبه والاختلاف. هو بيقول لحضرتك وابتدى لك بكلمة إيه؟ ابتدى لك بكلمة مراقبة. مراقبة دي اللي هي إيه يا مستر؟ اللي هي مشاهدة. طب يا مستر المشاهدة دي اللي هي إيه؟ طبعًا المشاهدة دي اللي هي الملاحظة بتساوي متابعة بتساوي مشاهدة بتساوي مراقبة. خلاص؟ طيب أهي بتساوي مراقبة. السؤال رقم 2: قال لحضرتك: يرى المناطق أنه ظن أو تخمين، ظن أو إيه؟ أو تخمين. طب الظن أو التخمين ده يا مستر يعني إيه؟ يعني شك، حاجة احتمالية، حاجة تفسير مؤقت، حاجة مش أكيدة لسه. يبقى الكلام ده طبعًا كله ده أحد خطوات المنهج الاستقرائي اللي هو الفرض العلمي. الفرض العلمي ده اللي هو إيه؟ طبعًا مدللًا عليه بمثال مثلًا إيه؟ افتراض أو توقع. خلاص، مثلًا أي توقُّع لحاجة مثلًا أن الذهب يتمدّد بالحرارة. خلاص كده يا سيدي، افترضنا أهو إن الذهب بيتمدّد بالحرارة. طب عشان نثبت إن الفرض ده صادق والّا كاذب بنرجع لمين؟ للتجربة، وطبعًا بعد كده بنوصل للقانون. نيجي بقى لحل التقييمات الأسبوعية، وخلّينا نبتدي يالّا بالمجموعة الأولى وركّز معايا كويس أوي. قال لحضرتك أول سؤال: أخلاق بيئية تُعلي مصلحة الكل الطبيعي. الكل الإيه يا مستر؟ الكل الطبيعي. حلو. بتُعلي مصلحته على مصلحة الفرد أو بشكل أناني، يعني حضرتك بتُعليها على مصلحة الفرد ومصالحه الأنانية. حلو. يبقى مين اللي يقول لك ما تبقاش أناني؟ ده البيئة أهم، عناصر البيئة أهم، عناصر الطبيعة أهم. طبعًا ده كان ألدو ليوبولد في مذهب أخلاق الأرض، لمّا قال لحضرتك إيه، لازم تحترم ولازم احترامك للبيئة يشمل كل عناصر الطبيعة، صح كده؟ طيب. السؤال رقم 2: ليكن التعاون بين الإنسان وبقية الكائنات من وجهة نظر المصلحة المشتركة هو أساس النظرة الإنسانية. أساس النظرة الإنسانية اللي هو إيه؟ من وجهة نظر المصلحة المشتركة. مين الاتجاه في دول اللي إحنا قلنا عليه مصلحجي، بتاع مصلحته، عايز نفع، عايز فايدة، عايز مصلحة، الكلام ده كله طبعًا كان التوجه النفعي اللي هو التوجه رقم كام؟ اللي هو التوجه الأول، لكن المثالي ده اللي هو الثاني. خلاص؟ وطبعًا الخضري ده هو المثالي اللي هو الثاني، وطبعًا الوسطي ده اللي هو الاتجاه رقم 3 اللي هو التالت. خلاص؟ إحنا طبعًا عايزين من هنا الاتجاه رقم 1 اللي هو الاتجاه الأول، وطبعًا ده الاتجاه النفعي أو العملي أو الواقعي. تمام؟ طيب.
عند حضرتك السؤال رقم 3، ينبغي على العالم أن يلاحظ الظاهرة في مختلف أحوالها وفي جميع الظروف المتصلة به. حلو. عايز ألاحظها في كل الأحوال، مختلف يعني كل، وفي جميع الظروف، يبقى ده طبعا أحد شروط الملاحظة اللي هو الشمولية. ليه الشمولية يا مستر؟ عشان بلاحظها من كل الجوانب، بتشمل كل شيء. خلاص. لكن الموضوعية طبعا إن حضرتك تستبعد أهوائك وميولك ومشاعرك، خلاص، ووجهات نظرك والنظريات السابقة. التكرار ان لازم الظاهره اللي انا بلاحظها لازم تبقى بايه؟ بتتكرر عشان اقدر ايه؟ اراجعها اول باول. لازم الاستعداد طبعا ان انا ابقى متهيئ ومستعد للتجربه. خلاص. طبعا كان في شروط تانية للملاحظه، زي مثلا الدقه، وزي مثلا ايه تاني، وزي مثلا الامان للباحث والكلام ده كله. خلاص. السؤال رقم 4 المقالي، يرى هانز يوناس أن مسؤوليتنا تجاه المستقبل أصبحت قدرا مفروضا علينا ينبغي أن نتحمله. طيب بيقول لحضرتك عقب على الكلام ده في ضوء سطرين، خلاص، أو في حدود سطرين. تعالى كده نجيب له مع بعض صفحة بيضة كده، وأقول لحضرتك باختصار شديد هانز يوناس عمل إيه. خلاص. دلوقتي يا شباب هنشوف مع بعض كده هانز يوناس عمل إيه على السريع، وهنناقش الإسهامات بتاعته. طبعا قال لحضرتك هانز يوناس كان عمل ايه يا مستر في مجال البيئه؟ قال لحضرتك مبدئيا هو عمل مذهب اسمه اخلاق البيئه. اسمه اخلاق الايه؟ البيئه، وعفوا اسمه اخلاق المسؤوليه. اسمه اخلاق ايه يا مستر؟ المسؤوليه. تمام. في البيئه. طب حلو قوي يا مستر. عمل ايه هو بقى كابتن هانز يوناس ده في اخلاق المسؤوليه؟ قال لحضرتك ان المسؤوليه مالها يا مستر؟ تقع على عاتق الانسان. ليه يا مستر؟ لأنه الكائن الأكثر وعيا، عشان كده هو اللي بيتحمل المسؤولية عن كل الموجودات. قال لحضرتك إيه كمان؟ قال لحضرتك على فكرة أنت فاكر المسؤولية دي أبوية بس؟ قال لك لا، ده المسؤولية ليست أبوية، بل هي مسؤولية كل إنسان. خلاص. يعني كل انسان مسؤول، مش الاباء بس هم اللي مسؤولين، مش اصحاب القرار بس هم اللي مسؤولين. انت كانسان مسؤول، انت كطالب بتتفرج عليا انت مسؤول ان انت تحافظ على البيئه. خلاص. وطبعا هنا الغرض كله كان ان هو ايه؟ الحفاظ. كان عايز يعمل ايه الحفاظ على ايه بقى؟ على حقوق الاجيال القادمه. على حقوق الاجيال الايه؟ القادمه. تمام. ده كده باختصار مذهب هانز يوناس وكل اللي هانز يوناس عمله. لو حضرتك حابب تصورها سكرين شوت تتفضل. خلاص. يلا بينا نرجع على التقييم بتاعنا. تمام. طيب كده خلصنا السؤال رقم 4. عند حضرتك السؤال رقم 5، ينبغي أن تنبثق الفرضية من ملاحظة ومشاهدة حسية للحوادث. حلو قوي. قال لحضرتك طبعا هنا الفرد ده أحد شروط الفرد. الفرد ماله بقى؟ الفرد لازم يبقى فيه إيه هنا؟ وفقا للعبارة دي هو بيقول لك لازم تبقى ملاحظة ومشاهدة حسية للحوادث، اللي هي إيه؟ اللي هي طبعا الواقعية. لازم الفرد يبقى فيه واقعية، خلاص، عشان نقدر نلاحظه لإمكانية أهو، لإمكانية ملاحظته. تمام يا صديقي؟ تمام. طبعا مدللا عليه بمثال، أي مثال على أي فرد بيتلاحظ، زي مثلا إن حضرتك مثلا بتفترض على المعادن مثلا. مش المعادن دي حاجة إحنا بنشوفها؟ بنشوفها. خلاص تمام. تمام. طيب تعالى كده نشوف المجموعة الثانية. السؤال رقم 1 بيقول لك إن قوتنا البشرية لم تعد تؤثر على الإنسان الحالي فقط، بل تؤثر أيضا على مستقبل. بس شفت مستقبل لحد هنا واسكت، بعد إذنك اختار لي مين؟ هانز يوناس. برافو عليك. خلاص. لأن هو بيقول لحضرتك بيكلمك عن المسؤولية، بيكلمك عن المستقبل بتاع الكوكب الأرض، طبعا يبقى الكلام ده هانز يوناس. السؤال رقم 2، يرى أصحاب هذا التوجه أن الإنسان له حق التصرف في الطبيعة ومواردها وكائناتها كيفما يشاء، يعني براحته. الإنسان براحته. البيئة مش مطلوب منها أن هي تحتمي غير لما الإنسان يعوز يفكر يحميها. خلاص. طبعا الكلام ده غلط، بس الكلام ده كان توجه مين؟ كان التوجه الأول اللي هو التوجه النفعي. طبعا المثالي ده اللي هو التوجه 2. خلاص. النفعي ده اللي هو التوجه الأول اللي هي الإجابة. التوافقي ده اللي هو إيه؟ التوجه رقم 3. وطبعا البيئوي ده اللي هو التوجه رقم 2. خلاص. البيئوي هو المثالي، هو الخضري. عند حضرتك السؤال رقم 3، الفرضية العلمية لا تصبح تفسيرا صحيحا للحوادث إلا إذا أثبتتها التجارب العلمية،
فإذا كانت الفرضية مستحيلة التجريب أهملت واستبعدت عن البحث العلمي. طبعا ده أحد شروط الفرض العلمي. هو الفرض العلمي المفروض يبقى فيه خيالية؟ لا طبعا. المفروض يبقى فيه اتساق، هو المفروض يبقى فيه اتساق، بس هو يكلمك هنا عن كده؟ لا. عارف الاتساق ده يعني ايه؟ يعني التوافق بين الحقائق بتاعته. خلاص؟ طيب التوافق مع حقائق العلم ولا التحقق الحسي؟ هو بيقول لحضرتك احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين التجارب تثبتها، يبقى طبعا ده التحقق الحسي. خلاص؟ مش التوافق مع حقائق العلم، لان هو ما قالكش خلي معلوماتك متوافقه مع العلم. السؤال رقم 4: أننا كبشر ومن البداية لسنا سوى أعضاء ومواطنين عاديين في المجتمع الحيوي للأرض. خلاص؟ هو عايز حضرتك تستخلص اسم المفكر ده. طبعا هو بيقول لحضرتك احنا عاديين، احنا أعضاء هادئة، احنا ما ينفعش نبقى أسياد على الأرض، الأرض دي مش مخلوقة عشان احنا بس، لازم نحترم كل ما في الأرض. انت طبعا استنتجت اسم الفيلسوف ده اللي هو مين؟ سمعني. برافو عليك، ألدو ليوبولد. خلاص؟ وحضرتك طبعا هتقول له ان هو وضع مذهب اخلاق الارض، ده توسيع نطاق الاخلاق لتشمل كل ما في الارض وتشمل كل عناصر الطبيعه. تمام؟ اتفقنا؟ اتفقنا. عند حضرتك السؤال رقم 5: على الباحث ان يحدد الظاهره التي يلاحظها ويضبطها ويعين زمنها ومكانها ويقيس شروطها ويبين مقاديرها وكمياتها. مش واخد بالك من حاجه؟ عمال اقول لك حدد الزمان والمكان والكميه والمقادير والشروط والقياس. كل ده يبقى ايه؟ هو بيقول لك ده احد شروط الملاحظه، والشروط الملاحظه عندنا كانوا 6. فاكرهم؟ الامان والاستعداد. ايه تاني؟ الموضوعيه والتكرار. ايه تاني؟ والدقه. بس امسك لي هنا عند الدقه كده وما تكملش، احنا هنا خدنا اللي احنا عايزينه. طب الدقه دي ليه يا مستر احنا قلنا الدقه؟ طبعا الاجابه هي الدقه. ليه يا مستر احنا قلنا الدقه؟ قال لحضرتك ان احنا لازم عشان نكون دقيقين ان احنا نحدد الشروط، نحدد المقادير، نحدد الكميات، نحدد الزمان، نحدد المكان. لازم الملاحظه تبقى دقيقه بالملي، نحدد كل معلوماتها بدقه. تمام؟ يبقى دي طبعا الدقه. وحضرتك هتقول اي مثال طبعا على الدقه، مثلا تحديد مقادير وشروط ظاهره ما. خلاص؟ اي ظاهره بقى من دماغك انت حر. عند حضرتك المجموعه الثالثه، واحده واحده بقى كده، واتمنى حضرتك اي معلومه جديده بتاخدها ان انت تكون بتسجلها ورانا. يلا يلا. السؤال رقم 1: ان الاستخدام الخلقي والمسؤوليه الخلقيه للانسان تجاه الطبيعه تنبع من انه اكثر الكائنات فاعليه. هو اكثر الكائنات ايه؟ فاعليه. حلو. وهو اللي بيستخدم استخدام خلقي، وهو اللي عنده المسؤوليه. حلو. المسؤوليه، والانسان هو الكائن الاكثر فاعليه والاكثر وعيا. انت سمعت الجمله دي قبل كده فين؟ فكرني. برافو عليك، عند هانز يوناس، اللي هو طبعا بتاع اخلاق المسؤوليه واحترام حقوق الكائنات، او عفوا احترام حقوق الاجيال القادمه. السؤال رقم 2: على الانسان احترام الطبيعه التي لها غايتها وهي الام الحاضنه لكل الكائنات البشريه او الغير بشريه، انها اخلاق تحترم الارض نفسها. حلو. احترم الارض من اجل الارض، احترم الطبيعه من اجل قيمتها الذاتيه. يبقى الكلام ده انهي توجه؟ برافو عليك، سامعك. طبعا هو التوجه الخضري. ليه يا مستر التوجه الخضري؟ بيقول لك احترم الارض نفسها، احترم الارض لان هي ليها غايه، احترم الارض لان هي الام، ما تحترمهاش عشان عندك ليها مصلحه او ليك عندها مصلحه. يبقى ده طبعا مش التوجه الواقعي ولا العملي، لان الاثنين بمعنى واحد. الاثنين دول اللي هو التوجه الاول، واحنا كنا عايزين التوجه الثاني اللي هو رقم الف، والوسطي ده طبعا اللي هو التوجه رقم 3 ومش عايزينه. خلاص؟ لان التوجه الوسطي ده قال لحضرتك وازن بين مصالحك ومصالح البيئه. السؤال رقم 3: يجب على العالم وهو يدرس الظواهر ويتحرى شروطها أن لا يخضع لفكرة سابقة توجه بحثه العلمي. حلو قوي. قال لحضرتك دي بقى من أحد شروط الملاحظة، دي الدقة. بنسجل كل حاجة وبنعمل كل المعلومات بدقة؟ لا. هو قال لحضرتك إيه؟ هو بيقول لك أنا مش عايز أخضع لفكرة سابقة. خلاص؟ طب قال لحضرتك ده الشمول؟ هو أنا فحصت الظاهرة من كل الجوانب بتاعتها أو شفت كل ما يتعلق بالظاهرة؟ لا طبعا، ده مش الشمول. قال لحضرتك التكرار؟ هو قال لحضرتك لازم الظاهره تكون قابله للتكرار عشان اقدر اراجعها اول باول؟ برضه لا، ما قالكش الكلام ده. امال ايه يا مستر؟ طبعا هي الموضوعيه. ليه يا مستر الموضوعيه؟ عشان الموضوعيه والحياد، اللي هو طبعا ان حضرتك تبقى محايد، تبقى موضوعي، ان انت ما تتاثرش بوجهات نظر سابقه، ما تتاثرش بارائك وميولك واهوائك الشخصيه. اتفقنا؟ اتفقنا. عند حضرتك السؤال رقم 4: مصلحه الفرد ينبغي ان ترتبط بيئيا بمصلحه المجموع اللي هي البيئه،
وإن كانت مصلحة الفرد ستؤذي البيئة فإن الانتصار أخلاقيا هنا للكل وخير للكل. قال لحضرتك يا إما تحقق مصلحتك وأنت بتحقق مصلحة البيئة، يا إما تحقق مصلحة البيئة بس، إنما ما تحققش مصلحتك أنت بس، ما تبقاش أناني. يبقى الكلام ده طبعا مع فيلسوف اللي هو، برافو عليك، ألدو ليوبولد. أنا عارف إنك بتقول معايا وشاطر. خلاص، وألدو ليوبولد طبعا وضحنا وجهة نظره أو مذهبه كذا مرة. السؤال رقم 5، ينبغي أن لا يحتوي الفرد العلمي على تناقض في منطوقه. يعني إيه يا مستر؟ قال له حضرتك من شروط الفرد العلمي إن هو ما يبقاش فيه تناقض، لازم يبقى فيه اتساق. خلاص، اتساق بقى بين إيه؟ بين معلومات الفرد العلمي. طب مستر هو طالب مني مثال، أهو مثال عند حضرتك. لا يجوز أو لا يمكن القول بأن الحديد يتمدد ولا يتمدد في نفس الوقت بالحرارة مثلا. خلاص، ما ينفعش تيجي تقول لي ده الحديد بيتمدد بالحرارة وبعد شوية تقوم مغير كلامك وتقول لي لا ده الحديد ما بيتمددش. ما ينفعش تناقض كلامك، ما ينفعش الحقائق بتاعتك والكلام بتاعتك تبقى متناقضة مع بعضها. لازم يبقى عندك ايه؟ لازم يبقى عندك الاتساق. خلاص، ده كده كان بالنسبة للتقييم اللي هو بتاع الأسبوع الرابع. خلاص، نيجي بقى لتقييم الأسبوع الخامس، وهو طبعا احنا اتفقنا مع بعض على ان هو عبارة عن واجب منزلي. خلاص، ناخد كده مع بعض الواجب المنزلي. قال لحضرتك طبعا واحد، مجال يسعى إلى فهم المشكلات الأخلاقية التي تنشأ في ميدان من ميادين الحياة العملية كما يسعى لحلها. خلاص، بيدرس المشكلات الأخلاقية اللي في الحياة العملية. يبقى دي الأخلاق النظرية ولا التطبيقية؟ طبعا أنت عارف الأخلاق التطبيقية. خلاص، ولا في المثالية هنا ولا المعيارية ولا حضرتك خدت حتى حاجة اسمها النموذجية. عند حضرتك السؤال رقم 2، ارتبطت البيوتيقة في البداية بالأخلاقيات الواجب مراعاتها عند إجراء التجارب على البشر. عند إجراء إيه يا مستر؟ التجارب على البشر. التجارب على البشر دي اللي هي أخلاقيات إيه؟ لو أنت اتفرجت على المراجعة بقى وتبقى واد شاطر كده وناصح، هتيجي تقول لي يا مستر طبعا مش محتاجة تفكير، دي أخلاقيات البحث العلمي. خلاص، ليه يا مستر؟ عشان احنا قلنا التجارب والابحاث، يبقى دي ايه؟ اخلاقيات البحث العلمي طبعا اللي يجب مراعاة فيها بعض الشروط وبعض المعايير، والمعايير دي بنسميها بروتوكولات. مين اللي بيضع البروتوكولات دي؟ طبعا اللجان الاخلاقيه اللي هي المتمثله في الفلاسفه. خلاص، طيب تعالى كده ننتقل للمنطق. قال لحضرتك السؤال رقم 1، تكرار الحادثة الطبيعية في شروط مصطنعة لكي تسهل ملاحظتها أو لكي تسهل ملاحظتها. في شروط إيه يا مستر؟ في شروط مصطنعة. أنا لمحت كلمة يا مستر كده بتحدف على إيه؟ بتحدف على التجربة. ليه يا مستر التجربة؟ لأن إحنا قلنا شروط مصطنعة بيهيئها الباحث بنفسه، هو اللي بيضيف، هو اللي بيعزل، هو اللي بيغير، هو اللي بيعمل الكلام ده كله. خلاص؟ طبعا إحنا هنا ما وصلناش لقانون، طبعا هنا ده مش فرض، مش تكهن أو توقع حاجة أو تخمين أو تفسير مؤقت. طبعا هنا مفيش ملاحظه، انا بقول لحضرتك دي شروط مصطنعه. السؤال رقم 2 اللي هو المقالي، علاقه ثابته بين الظواهر تم التوصل اليها. تم التوصل اليها يعني خلاص الحمد لله على السلامه، احنا في اخر خطوه اللي هي طبعا احد خطوات او احدى خطوات المنهج الاستقرائي التجريبي، طبعا اللي هي القانون العلمي. القانون الايه يا مستر؟ القانون العلمي. زي مثلا التوصل لمثلا ايه؟ كلما زاد الارتفاع قلت درجة الحرارة. دي حقيقة على فكرة علمية. خلاص، احنا خلاص وصلنا لقانون علمي ان احنا كلما زاد الارتفاع كلما قلت درجة الحرارة. يعني مثلا جرب تطلع جبل مثلا زي جبل سانت كاترين، كل ما تطلع مش عارف كام متر هتقل درجة الحرارة بنسبة درجة مثلا. خلاص، طيب ده كده القانون العلمي. وقال لحضرتك طبعا خلاص كل سنة وانت طيب بقى، مفيش تقييمات في الاسبوع ده عشان هيبقى عندك اختبار شهر مارس. طيب بسرعة كده حضرتك لو لسه ما اتفرجتش على تقييم او عفوا على مراجعه شهر مارس، حضرتك هتمتحن ان شاء الله الاسبوع الجاي في المدرسه، حضرتك هتمتحن اختبار الشهر. لو حضرتك لسه ما اتفرجتش على مراجعه محتوى شهر فبراير لازم تخش تراجعها. شارحين فيها الفلسفه، شارحين فيها المنطق، وكمان مراجعين ومدين سبورات بالكلمات المفتاحيه اللي هو اشوف ايه في السؤال اختار ايه في الاجابه. خلاص كده مفيش اسهل من كده على حضرتك. وكل ده في ايه؟ هتلاقيها في ساعه ونص، ساعتين بالكتير قوي. بعد اذنك خد لي من وقتك ساعتين عشان تروح باذن الله تضمن درجتك النهائيه. اتفقنا يا شباب؟
اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.